لكم أهم وأعظم وأقوى لقطة في تاريخ الدراما اليمنية للفنان العظيم الكبير صلاح الوافي. تابعوا. تفكروا انه خلص؟ لا 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 لا، باقي. انت الان تضحك ولا تبكي ولا تتمسخر؟ ايش انا اول مرة اشوف هذه اللقطة في المسلسلات، خاصة ان انت فنان كبير. والله يعني شيء مخزي انك توصل الى هذا المستوى يا صلاح. والله انت فنان كبير. السنة هذه ايش اللي حصل لك؟ ايش المحتوى اللي تقدمه في قناتك، في القناة هذه، في المسلسل، في الدراما، في ايش؟ ما عاد عرفنا نفسر. من أول يوم وإحنا بنتابع المسلسل خارج التغطية إلى الآن ولا فهمنا إيش الرسالة الذي تشتوا تقدموها، ولا شفنا أصلا إن في مرة متسيدة على القبيلة أو على القرية كامل إلا في هذا المسلسل. أما في اليمن غير موجود مرة متسيدة وتحكم وتبرم وتظلم وتسرق وتنهب ومتحكمة بكل الناس وكل الناس تخاف منها. إيش الرسالة اللي تشي توصلها يا صلاح؟ إيش الرسالة؟ فهمنا. إلى الآن مش شايفين شيء إلا ملابس زرقاء صفراء حمراء خضراء، وكأنه في الهند. هذه الملابس يلبسوها في الهند، عندنا في اليمن غير موجودة.